رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دخل المستشفى اليوم بعد فقدانه الوعي. نحو 100 منزل تضرر في هود هشرون جراء القصف الصاروخي الإيراني. إن نتنياهو نقل إلى المشفى. نقل بنيامين نتنياهو إلى مستشفى. مئات الصواريخ الإيرانية بمشاركة يمنية ولبنانية تشعل سماء تل أبيب. مطارات الF-35 العبرية تشتعل، ورئيس الأركان الإسرائيلي يعلن عدد مقاتلات الF-15 التي احترقت. صور لاعتراض صواريخ في سماء عمان في الأردن. الصواريخ تتساقط كالشهب من السماء، ومقر الموساد العبري يخرج عن الخدمة وتلتهمه النيران. الصواريخ الإيرانية تخترق القبة الحديدية وتشعل أطنانا من الغاز في محطات النفط الإسرائيلية. خامنئي يتوعد بالهجوم الأكبر، ودول عربية تستنفر مضاداتها الجوية وتعترض الصواريخ الإيرانية. القوات اليمنية تشارك بالهجوم وتعلن أهدافها. استعداد جماعة أنصار الله الحوثيين عن توسيع العمليات العسكرية ضد إسرائيل ومن يدعمها في المنطقة. نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية في فلسطين المحتلة، وذلك ب3 صواريخ مجنحة نوع قدس 5. 400 ألف غارة جوية لم تستطع إيقافنا. قيادات جيش صنعاء يعلنوها ويتجهزون لاجتياح بري في إسرائيل بأكثر من 100 ألف جندي. الحزب اللبناني يطلق أسرابا من الصواريخ البالستية الضخمة وتستهدف مقر الاستخبارات العبري في عمق تل أبيب. والقيصر الروسي يهدد نتنياهو ويأمره بالانسحاب العاجل من الجنوب اللبناني. ومكالمة هاتفية من نتنياهو إلى الكرملين تنتهي بتوبيخ القيصر الروسي لرئيس الوزراء العبري. الصواريخ الإيرانية تدمر المطارات العبرية. باغتت إيران إسرائيل بإطلاق وابل من الصواريخ بشكل غير مسبوق، واستهدفت العديد من المناطق الإسرائيلية. فقد قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن إيران أطلقت أكثر من 250 صاروخا باليستيا خلال نصف ساعة على إسرائيل، ودعت الخارجية الإسرائيلية السكان بالتوجه للملاجئ، حيث أعلن رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري أن الضربات الإيرانية على إسرائيل استهدفت 3 قواعد جوية وأهدافا عسكرية أخرى. وقال باقري: نفذنا الضربات على 3 قواعد جوية رئيسية في إسرائيل وقواعد للموساد كمركز الاغتيالات. وأضاف: واستهدفنا قاعدة نيفاتيم وقاعدة حاتستريم اللتين استخدمتا لاغتيال قائد الحزب اللبناني، كما استهدفنا الرادارات الاستراتيجية ومراكز تجمع الدبابات والمدرعات والجنود الإسرائيليين قرب غزة الذين كانوا يقومون بعمليات هجومية. وكانت هيئة الأركان الإيرانية قد أعلنت في بيان لها أنه في حالة التدخل المباشر للدول الداعمة لإسرائيل في أي هجوم على إيران، فإن قواعدها ومصالحها في المنطقة ستواجه ردا قويا. حرق أطنان من الغاز في تل أبيب. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باشتعال النيران في منصة الغاز قبالة سواحل مدينة عسقلان بعد تعرضها للإصابة بصواريخ تم إطلاقها من إيران. وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية وذلك ضمن ضربتها الصاروخية، حيث اختارت إيران توجيه صواريخها نحو أهداف حساسة بما في ذلك أهداف اقتصادية، في محاولة لتكبيد الطرف الإسرائيلي أكبر قدر من الخسائر. من أجل هذا الغرض كان من بين أهداف إيران في ضربة الثلاثاء منصة الغاز الإسرائيلية بالقرب من مدينة عسقلان، حيث تمثل هذه المنصة أهمية استراتيجية خاصة بالنسبة لإسرائيل وتأمين إمدادات الغاز المحلية. إيران تتوعد بالهجوم الأكبر. جاء في بيان هيئة الأركان الإيرانية أن الجمهورية الإيرانية لم تبدأ أي حرب خلال 45 عاما الماضية، ولن تكون أبدا البادئة في أي حرب، لكنها لن تتقاعس عن الدفاع عن حقوقها المشروعة بقوة ضد أي جهة. وأضاف البيان: كان من الضروري الرد بشكل مناسب على الأعمال غير القانونية لإسرائيل من خلال استهداف المستشارين الإيرانيين في سوريا ولبنان، وانتهاك سيادة جمهورية إيران في اغتيال محمد رضا زاهدي واسماعيل هنية في طهران، وبعد ذلك باغتيال قيادات الحزب اللبناني وخاصة الأمين العام للحزب بالتزامن مع الهجوم في لبنان وفلسطين وتجاهل الحقوق السيادية المشروعة لجمهورية إيران. الحزب اللبناني يهاجم استخبارات تل أبيب.
أكد الحزب اللبناني أنه قصف قاعدة جليلوت التابعة للاستخبارات الإسرائيلية والواقعة قرب مدينة تل أبيب في استهداف قال إنه جاء تحت نداء لبيك يا سيد، في إشارة إلى أمينه العام الذي اغتالته إسرائيل. وأضاف في بيان أن مقاتليه أطلقوا صليات صاروخية من نوع فادي 4 على قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية ومقر الموساد في ضواحي تل أبيب. أسراب الصواريخ البالستية اللبنانية تهاجم نتنياهو. أعلن الحزب اللبناني إطلاق صواريخ باتجاه مواقع عسكرية في تل أبيب. جاء هذا بعدما أطلق الحزب 25 صاروخ أرض بالستية من لبنان تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل، سقط منها 10 في تل أبيب موقعة عددا من الإصابات وواحدة متوسطة وأضرارا مادية كبيرة. إلى ذلك أشارت المصادر إلى أن 4 جنود إسرائيليين أصيبوا خلال محاولتهم الدخول نحو الأراضي اللبنانية جراء سقوط قذائف هاون أطلقت نحو مستوطنة المطلة شمال إسرائيل. اليمن تشعل تل أبيب. قال المتحدث العسكري للقوات اليمنية العميد يحيى سريع أنه جرى استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في تل أبيب وإيلات بطائرات مسيرة. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: قصفنا هدفا عسكريا إسرائيليا في منطقة يافا بطائرة مسيرة من نوع يافا، مبينا استهدفنا أهدافا عسكرية في منطقة أم الرشراش إيلات ب4 طائرات مسيرة من نوع صماد 4. اليمن تتجهز لاجتياح بري لإسرائيل. أكد العميد عزيز راشد الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني من صنعاء أن لدى الجيش اليمني قدرات عسكرية واستخباراتية وأمنية كبيرة تجعل هناك صعوبة في عمليات الاختراق سواء الأمني أو الاستخباراتي، وقد استطعنا خلال السنوات الماضية القبض على العديد من شبكات التجسس الإسرائيلية والغربية. وقال في اتصال مع وسائل إعلامية إن الجيش الصهيوني الإسرائيلي هو أضعف جيش في العالم رغم ما يمتلكه من قدرات تكنولوجية ومعلوماتية وعسكرية، وهذا ما أخبرنا به الله الذي هو أعلم بهم، مشيرا إلى أن الصهاينة لا يستطيعون المواجهة المباشرة بل يعتمدون على التكنولوجيا والقوات الجوية والصاروخية وعمليات الاغتيال وغيرها من الأعمال القاذرة. وتابع راشد: نحن في اليمن لدينا الإمكانيات العسكرية والأمنية في مواجهة الكيان الصهيوني، وقد استطعنا مواجهة 400 ألف غارة جوية من قوات التحالف العربي طوال سنوات الحرب، الأمر الذي أعطانا خبرات متراكمة بدرجة عالية علاوة على القدرات العسكرية والأمنية التي استطعنا من خلالها تحييد الكثير من قدرات الأعداء سواء في البر أو في البحر. بوتين يهدد تل أبيب. دعت روسيا إسرائيل إلى سحب قواتها فورا من جنوب لبنان بعدما زعم الجيش الإسرائيلي أنه باشر عملية برية ضد الحزب اللبناني في الجنوب. وقالت الخارجية الروسية في بيان أن روسيا تدين بشدة الهجوم على لبنان وتدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف الأعمال الحربية فورا وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية وبدء البحث فعليا عن سبل سلمية لحل النزاع في الشرق الأوسط. بوتين يغلق هاتفه بوجه نتنياهو. قال صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لمكالمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقالت الصحيفة أن نتنياهو يسعى لمحادثة الرئيس الروسي على خلفية التصعيد بين إسرائيل وإيران. وبرد روسي صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأنه ليس لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطط للتواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاليا. وقال بيسكوف في تصريح لوكالة تاس ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو مستعدة لتنظيم اتصالات عاجلة بين بوتين ونتنياهو إذا لزم الأمر، وما إذا كانت روسيا قد تلقت مثل هذا الطلب، قال لا توجد مثل هذه الخطط في الوقت الحالي. وكان الحزب أعلن في وقت سابق عن قصف قاعدة الناعورة بصلية من صواريخ فادي 2، وقصف عناصر الحزب مدينة صفد بصلية صاروخية، كما أعلن عن استهداف مستعمرة ساعر برشقة صاروخية. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق بأن نحو 35 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي خلال الساعة الماضية. اليمن تبدأ الهجوم. أعلن الجيش العبري الاشتباك مع طائرات بدون طيار فوق البحر الأبيض المتوسط. وقال الجيش العبري في بيان: اشتبكت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش العبري مع طائرات بدون طيار فوق البحر الأبيض المتوسط على بعد عشرات الكيلومترات قبالة ساحل وسط تل أبيب. وتحدثت وسائل إعلام مقربة من القوات اليمنية قبل إعلان الجيش العبري عن إطلاق جيش صنعاء صاروخا باليستيا باتجاه تل أبيب. وجاءت عملية إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه تل أبيب بعد بدء
التوغل البري الإسرائيلي في لبنان، مع إعلان الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت مداهمات لأهداف تابعة لجماعة الحزب اللبناني في منطقة الحدود. مطارات أمريكية تحت مرمى صواريخ العراق. أفادت مصادر في العراق بأنه تم استهداف قاعدة فيكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي. وقال مصدر أمني أن قاعدة فيكتوريا العسكرية في محيط مطار بغداد تعرضت قبل قليل لقصف بالصواريخ. وأضاف المصدر أنه تم تفعيل منظومة السرام للإنذار، وأشار إلى سقوط صاروخ بين الجدار الفاصل بين الجدار المدني والعسكري. كما ذكر مصدر أمني ثان في تصريح لوكالة شفق نيوز أن القصف تم بصاروخين، حيث سقط أحدهما بمحيط القاعدة وتحديدا عند مقر الفوج الثاني جهاز مكافحة الإرهاب، والآخر قرب مدرج في المطار المدني. ولفت المصدر إلى أن القصف تم عبر منصة في منطقة العامرية غربية بغداد، مشيرا إلى أنه تم تفعيل منظومة الدفاع الصاروخية الخاصة بالقاعدة للتصدي للقصف. وقاعدة فيكتوريا هي قاعدة عسكرية عراقية تضم عددا من القوات الدولية بينها قوات أمريكية. الجيش الفرنسي يدخل لبنان. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية عن إرسال سفينة حربية إلى سواحل لبنان بمثابة إجراء احترازي. وأكدت هيئة الأركان أن السفينة غادرت ميناء تولون في جنوب شرقي فرنسا لتتوجه إلى السواحل اللبنانية. ويشار إلى أن السفينة الحاملة للمروحيات التي توجهت إلى شرق المتوسط ستصل إلى المنطقة بعد 5 أو 6 أيام، وعلى متنها مجموعة تكتيكية من القوات قد تتولى مهامها. بايدن يهدد القوات اليمنية. علق الجيش الأمريكي على إعلان القوات اليمنية إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار من نوع MQ-9 مساء أمس في سماء مدينة صعدة شمالي اليمن. وبحسب وكالة أسوشياتد بريس فإن الجيش الأمريكي اعترف بسقوط طائرة بدون طيار من طراز MQ-9 في اليمن دون تقديم مزيد من التفاصيل. وجاء هذا التصريح الأمريكي عقب أقل من ساعة من إعلان القوات اليمنية إسقاط طائرة هي ال11 من نوعها تسقطها الجماعة في أجواء مناطق سيطرتها باليمن منذ نوفمبر الماضي، وفق بيان للناطق العسكري يحيى سريع. وقال سريع في البيان الذي طالعه المشهد اليمني إن دفاعات الجماعة الجوية نجحت في إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9، وذلك أثناء تنفيذها مهما عدائية في أجواء محافظة صعدة وفق تعبيره. وأضاف أن هذه الطائرة هي ال11 من هذا النوع التي تقوم الجماعة بإسقاطها منذ نوفمبر الماضي.